بصوا يا جماعة، العالم كله النهاردة بيتكلم عن الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وكأنها كلمة السر اللي هتغير شكل الاقتصاد العالمي. بس لما نيجي نبص في الخريطة هنلاقي إن في بلد قررت تتحرك أسرع من الكل. بلد مش بس بتستغل الشمس والرياح اللي عندها، لأ، بلد عندها رؤية واضحة ومشروع دولة كامل. المغرب. الهيدروجين الأخضر ببساطة هو وقود المستقبل، بيتعمل من المية عن طريق التحليل الكهربائي، بس بالكهرباء اللي جاية من الشمس والرياح، يعني وقود نظيف من غير كربون، من غير تلوث. أوروبا، آسيا وحتى أمريكا بيدوروا عليه دلوقتي. وده ليه؟ علشان كل حد عايز يخفض الانبعاثات ويهرب من شبح التغير المناخي. طيب، في النص ده مين ممكن يكون أحسن بلد تديك الهيدروجين الأخضر بكميات هائلة وبسعر منافس؟ المغرب. المغرب عندها أكتر من 3000 ساعة شمسية في السنة. ده رقم ضخم، يعني شمس طول السنة تقريبا. غير كده عندها مناطق رياح بتوصل لسرعات عالية جدا، وده بيخلي إنتاج الطاقة المتجددة مش بس خيار، ده واقع. وزود على كده إن موقعها استراتيجي بين أفريقيا وأوروبا، يعني اللي بيتعمل في الدخلة أو العيون أو كلميم يوصل في أيام قليلة للموانئ الأوروبية. فأوروبا محتاجة والهيدروجين عند المغرب، ودي معادلة رابحة من كل النواحي. خلينا نرجع شوية ونسأل، هل المغرب دخل اللعبة دي فجأة؟ الحقيقة لأ. المغرب بيشتغل على ملف الطاقة المتجددة من زمان، يعني من قبل حتى ما كلمة هيدروجين أخضر تبقى ترند. مشروع نور ورزازات مثلا، أكبر محطة شمسية مركزة في العالم، ده اتبنى علشان يحط المغرب على الخريطة. سنة 2021 بس المحطة دي طلعت أكتر من 1800 جيجا وات ساعة كهرباء من الشمس، وكمان مزارع الرياح اللي موزعة على طول البلاد طلعت حوالي 5000 جيجا وات ساعة. الإنجازات دي مش مجرد أرقام، دي البنية اللي المغرب ركب عليها مشروع الهيدروجين الأخضر. من 2019 المغرب شكل لجنة وطنية للهيدروجين، وبعدها في 2021 طلعوا باستراتيجية واضحة جدا. واللي يهمنا هنا إن المغرب مش بيعمل ده كله علشان يبقى كويس بيئيا بس، لأ، المغرب عايز يبقى لاعب أساسي على مستوى العالم. وده واضح من حاجة زي عرض المغرب اللي اتطلق سنة 2024 بتوجيهات من الملك محمد السادس. العرض ده هو ببساطة خطة متكاملة لجذب المستثمرين الكبار في العالم، يقول لهم اتفضلوا، دي الأراضي، دي الشمس، دي الرياح، وده الاستقرار السياسي، يلا نشتغل سوا. وفي يوليو 2025 المغرب حسم موضوع مشروع تشبيكة اللي هدفه إنتاج 200 ألف طن أمونيا خضرة كل سنة. يعني مش بس مشاريع على ورق، لأ، دي مشاريع بتتنفذ على الأرض بسرعة. وده فرق كبير بين المغرب وغيره. في بلاد كتير اتكلمت عن الهيدروجين الأخضر، بس المغرب سبقهم بخطوات حقيقية: أرض مخصصة، استثمارات مؤكدة، عقود بتتوقع. نخش دلوقتي على الاستراتيجية الوطنية اللي المغرب رسمها من 2021. الخطة دي معمولة ب3 أعمدة رئيسية: السوق والطلب، التكنولوجيا، والاستثمار، ومقسومة على مراحل زمنية طويلة من دلوقتي لحد 2030، وبعدين لحد 2034، وبعدها لحد 2050. المغرب في المرحلة الأولى بيركز على المشاريع التجريبية وتخطيط السوق المحلي وكمان التصدير لأوروبا. بحلول 2030 المغرب متوقع يبقى عنده سوق محلي للهيدروجين بحوالي 4 تيرا وات ساعة، ويصدر كمان 10 تيرا وات ساعة. يعني مش مجرد كلام، ده في أهداف واضحة بأرقام وتواريخ. وكمان الهدف خلق أكتر من 15,000 فرصة عمل مباشرة، ودي حاجة ضخمة لاقتصاد أي بلد. وطبعا الخطة طويلة المدى بتقول إن المغرب بحلول 2050 هيبقى عنده طلب داخلي يوصل ل 307 تيرا وات ساعة. ده رقم مهول، معناه إن البلد مش بس هتبقى مصدر، ده كمان هيعتمد على الهيدروجين جوه في الصناعات، من التدفئة للنقل للكهرباء. والميزة الكبيرة هنا إن المغرب هيستبدل واردات الأمونيا اللي كان بيشتريها من بره ويأمن أمنه الطاقي. نيجي بقى للمشاريع اللي توافق عليها رسمياً في مارس 2025. المغرب أعلن عن 6 مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية 35.15 مليار دولار. تخيل الرقم. المشاريع دي متوزعة في 3 مناطق جنوبية: جلميم وواد نون، العيون ساقية الحمراء، والدخلة وادي الذهب. كل مشروع واخد لحد 30 ألف هكتار من الأراضي العامة، يعني خطة ممنهجة، كل حاجة معمولة بحساب. الأهداف هنا واضحة: إنتاج أمونيا خضراء، وقود صناعي، حتى صلب أخضر. يعني الهيدروجين مش مجرد وقود،
لأ، ده أساس لنهضة صناعية كاملة. المغرب بيبني قطاع صناعي جديد على ظهر الطاقة المتجددة، وده في رأيي هو اللي هيميزه عن باقي الدول. خلينا نبص على تفاصيل الاستثمارات. المغرب مش بيلعب لوحده. المغرب فاهم إن النجاح في مشروع ضخم زي الهيدروجين الأخضر محتاج تحالفات مع عمالقة العالم. في 6 مارس 2025 الحكومة المغربية أعلنت إن في تحالف صيني تقيل جداً مكون من يونايتد إنرجي جروب وتشاينا 3 جورجز كوربوريشن هيشتغل على إنتاج الأمونيا الخضراء. الاستثمارات الصينية دي مش حاجة صغيرة، إحنا بنتكلم عن مليارات الدولارات ضمن ال 35.15 مليار اللي المغرب خصصها. الصين اختارت المغرب لأنه ببساطة عنده كل المقومات: استقرار سياسي، طاقة متجددة وفيرة، وأقرب سوق عملاق جاهز يشتري اللي هو أوروبا. ولو حبينا نقارن هنلاقي إن المغرب بقى تاني أكبر وجهة في العالم للاستثمارات الصينية في التكنولوجيا الخضراء بعد إندونيسيا. من 2022 لحد دلوقتي التعهدات الصينية في المغرب زادت عن 18 مليار دولار. الرقم ده مش صدفة، الصين شايفة إن المغرب هو مركز صناعي أخضر للمستقبل. غير الهيدروجين، في كمان مشاريع مرتبطة بمواد البطاريات، والميزة إن المغرب عنده فوسفات بكميات مهولة، وده بيخليه عنصر أساسي في أي صناعة خضراء جاية. المغرب مش واقف على الصين وبس، لأ، عندك شركات عالمية بتتسابق تدخل. شركة توتال إنرجي الفرنسية بتعمل مشروع 10 جيجا وات في كلاميم، هيبدأ الإنتاج 2027. الشركة السعودية أكوا باور داخلة في مجال الصلب الأخضر. في كمان ناريفا المغربية نفسها عاملة مشروع متكامل. ومن الإمارات وأسبانيا في تحالف طاقة وسبسة. غير كده في تحالف أمريكي أسباني ألماني بيضم أورتس وأكسيونا ونوردكس. كل ده بيقول إن المغرب بقى مغناطيس للاستثمارات الخضراء. وفي سبتمبر 2025 لجنة التوجيه الحكومية اللي بيرأسها عزيز أخنوش أعلنت إن مشروع تشبيكة واحد دخل المرحلة الأولى بمشاركة تحالف فرنسي دنماركي. ده معناه إن الأمور مش مجرد خطط مكتوبة، دي خطوات تنفيذية بتتحقق. كمان اتوقع عقود حجز أراضي مع 5 مستثمرين كبار بما فيهم التحالف الصيني، وده معناه التزام فعلي وجداول زمنية واضحة. النتيجة: آلاف الوظائف وبنية تحتية قوية بتتطور من كهرباء وموانئ وتحلية مياه. لو بصينا على الشراكات الدولية هنلاقي الصورة أوضح. المغرب مش مجرد فتح الباب للشركات الخاصة، لأ، كمان في تعاون حكومي مباشر. مثلا الشراكة المغربية الألمانية ب 300 مليون يورو، غير تحالف المناخ والطاقة اللي اتوقع مع ألمانيا في 2024. الألمان نفسهم بيقولوا إنهم ممكن يستوردوا 70% من احتياجاتهم من المغرب. ده اعتراف رسمي إن المغرب هو البديل الحقيقي لروسيا في الطاقة بالنسبة لأوروبا. غير كده في تعاون مع إيرلندا، فرنسا، شركات زي إنجي و OCP، ومع الاتحاد الأوروبي كله. في يوليو 2025 اتأكد إن الاتحاد الأوروبي عايز يستورد 10 مليون طن من الهيدروجين بحلول 2030، والمغرب مرشح يكون المورد الأساسي. حتى التعاون مع الصين مش جديد. أول مزرعة رياح في المغرب سنة 2000 كانت شركات صينية مساهمة فيها. يعني العلاقة دي عميقة ومبنية على ثقة وتجربة. طبعاً أي مشروع ضخم زي ده بيواجه تحديات، أهمها تكاليف الإنتاج العالية، بس المغرب عارف إن التكاليف دي هتقل بنسبة 60% مع حلول 2030 بسبب التطور التكنولوجي وزيادة الخبرة. التحدي التاني هو استهلاك المية، وده المغرب بيحله عن طريق تحلية مياه البحر. برضه في تحدي البنية التحتية، إزاي تنقل وتخزن الهيدروجين، بس الفرق إن المغرب مش سايب الحاجات دي للظروف. في استثمارات موازية في الموانئ وشبكات الكهرباء ومحطات التحلية. واللي لازم نفهمه إن المغرب بيتعامل مع التحديات دي كرؤية طويلة المدى. في 2024 مثلاً العالم شاف تقلبات في السوق خلت مشروعات في بلاد تانية تتلغي أو تتأجل. المغرب بالعكس زود جهده وطلع بعرض المغرب اللي جذب أكتر من 100 مستثمر محتمل. يعني في الوقت اللي غيره تراجع المغرب تقدم. نرجع بقى للسؤال، إيه اللي المغرب عايز يوصل له؟ الخطة إن المغرب يستحوذ على 4% من السوق العالمي للهيدروجين بحلول 2030. ده معناه 600 تيراوات ساعة. هدف طموح جدا، بس مع الاستثمارات الصينية والأوروبية الموضوع واقعي جدا. في إفريقيا المغرب متقدم بسنين ضوئية على منافسين زي جنوب أفريقيا أو ناميبيا أو حتى مصر، ببساطة لأن البرنامج المغربي هو الأكبر والأكثر تنظيماً في القارة كلها. المغرب كمان بيشارك التكنولوجيا والخبرة مع دول أفريقية تانية علشان يعمل نوع من الريادة القارية، وده مش مجرد اقتصاد، ده نفوذ سياسي واستراتيجي. أما في العالم العربي المغرب بيقدم نفسه كنموذج. في وقت دول كتير لسه بتدور على حل مشكلة الكهرباء الأساسية،
المغرب بيبني صناعة مستقبلية متكاملة. موقعه الاستراتيجي بيخليه يصدر لأوروبا وآسيا، وفي نفس الوقت يقوي موقعه في المنطقة. بحلول 2050 المغرب مش بس هيكون مصدر للهيدروجين، ده هيبقى مركز صناعات غادرة، من الشحن للصلب للوقود الصناعي. الاستثمارات الصينية تحديداً بتدعم الطموح ده علشان الأسواق الأوروبية اللي محتاجة المنتج. الخلاصة، المغرب عمل اللي بلاد كتير ما قدرتش تعمله، حول الشمس والرياح اللي عنده لرؤية قومية متكاملة، مش بس علشان يوفر كهرباء للناس، لكن علشان يبقى لاعب عالمي في واحدة من أهم الصناعات المستقبل. عرض المغرب جذب استثمارات بمليارات، المشاريع بتتنفذ، الشراكات بتتوسع، والخطة ماشية على وقتها. ومع كل خطوة المغرب بيأكد إنه مش مجرد دولة نامية بتحلم، ده بلد عارف هو عايز يروح فين. ولو في نموذج في العالم العربي أو إفريقيا يستحق يتقال عليه رائد حقيقي في الطاقة الخضراء، فهو المغرب.